وهنبدأ مع بعض السطر رقم 24 بعد ما نهيت هنا باللون ده. هبدأ باللون الأبيض إن شاء الله. وهنيجي هنعمل إيه بقى؟ هاجي هنا أنا قفلت بمنزلقة وعملت الزاوية 3 نص عمود. تمام. في بداية السطر ارتفعت بغرزة منزلقة، عملت منزلقة وارتفعت بغرزة بسلسلتين واعتبرتهم أول نص عمود، وبعد كده عملت 2 نص عمود. في قبل البداية هنا في غرزة حشو اللي في نهاية الضلع، فأنا هاجي هعمل إيه؟ هدخل فيها كده بالشكل ده وهسحب الخيط بتاعي اجيب ده كده عشان اخفيه معايا. هسحب الخيط كده اهو وهاجي هعمل غرزة حشو. بعد ما عملت غرزة الحشو هاجي هرتفع 1 2 3، هتجاهل ال3 نص عمود. ادي 1 2 كده، 1 2 3، وهاجي عند اول غرزة حشو بعد ال3 نص عمود اللي في بداية السطر هنا، وهاجي هدخل فيها. خدوا بالكم عشان هي الغرزة في اول عمود اهي، لازم ايه تاخدوا بالكم منها. انا تجاهلت 1 2 3 وهاجي هدخل فيها اهو وهعمل غرزة حشو. يبقى انا عملت ورا ال3 نص عمود، عملت 3 غرزة سلسلة بالشكل ده. هاجي هعمل ايه بعد كده؟ هاجي بعد ما عملت غرزة حشو هاجي هنا وهبدأ اعمل غرز حشو فوق كل غرزة من دول. هعمل غرزة حشو اهو، ادي 1 كده، 2 3، باخد الخيط ده بخفيه معايا، 4 5 كده، 6 7 كده، 8 9 10 11 12 13 كده، 14 15 16 17 18. يبقى مجموع غرز الحشو هنا كام؟ 19 غرزة بالغرزة الحشو اللي أنا عملتها هنا بعد ال3 سلاسل. يبقى أنا هبدأ العد 19 غرزة بعد ما ارتفعت ال3 سلاسل ودخلت بحشو في أول غرزة حشو من السطر السابق هنا اهو، ويجي نهاية العدد 19 غرزة. ولاحظوا آخر غرزة من غرز الحشو بتيجي عند آخر عمود هنا اهو. هاجي بعد كده هعمل ايه؟ انا عندي هنا 1 2 3 4 5 6 7. هاجي اول غرزة هعمل فيها تزايد، هعمل 2 نص عمود. الغرزة التانية هعمل فيها 2 عمود بلف، ادي 1 2. الغرزة التالتة هعمل فيها 2 عمود بلفتين.
تريبل دبل كروشيه. ادي 1 2 والغرزة الرابعة نفس النظام، هعمل 2 تريبل دبل كروشيه، لفة والتانية، وبدخل تحت ضلعين السلسلة، باخد لفة وبطلع باتنين بحلقتين، لفة وبطلع بحلقتين، لفة وبطلع بحلقتين. هرجع تاني اخد لفة والتانية، وهدخل تحت ضلعين السلسلة واخد لفة واطلع بحلقتين، لفة واطلع بحلقتين، لفة واطلع بحلقتين. يبقى انا كده اشتغلت 1 2 3 4، فاضل لي 3 غرز. التلاتة هعمل فيهم ايه؟ هشوف كده عشان انا بكتب يا جماعة، عشان ايه ما نتلخبطش وما ننساش. اول غرزة 2 نص عمود، التانية 2 دبل كروشيه يعني عمود بلفة، التالتة 2 تريبل، والرابعة 2 تريبل، والخامسة هعمل برضو فيها 2 تريبل دبل كروشيه. تمام كده؟ ادي لفة والتانية، لفة وبطلع بحلقتين، لفة بطلع بحلقتين، لفة وبطلع بحلقتين، وادي العمود التاني. يبقى انا ال7 غرز دول كل غرزة بعمل فيهم 2 عمود بس مختلفين. في الاول نص عمود، التاني عمود بلفة، التالت والرابع والخامس عمودين بعملهم هنا عمودين بلفة، التالت والرابع والخامس عمودين، كل عمود فيهم بلفتين، وفي كل غرزة بعمل 2. هاجي الغرزة رقم 6 هعمل 2 عمود بلفة تمام كده، 2 عمود بلفة. الغرزة رقم 7 هعمل فيها عفوا بعمل فيها 2 عمود بلفتين، وهيبقى الشكل بتاعي بالمنظر ده. تمام كده. هاجي بعد كده هنقل على النص التاني من الضلع زي ما عملت هنا، هعمل هنا، بمعنى ان انا هدخل هنا، ادي اول عمود اهو، ده عمود بلفة وده عمود بلفتين امامي، هدخل واعمل غرزة حشو. ادي كده 1. لاحظوا ان انا هنا حشو نص عمود، عمود بلفة، يعني جاية تدريجي تصاعدي كده. هرجع انزل تاني، ادي 1 حشو كده، 2 حشو، 3 حشو، 4 حشو كده، 5 حشو كده، 6 حشو، 7 كده، 8 9 كده، 10 11 12 13 كده، 14 15 15 كده، 16 17 18 وكده وصلت لغرزة الحشو الأخيرة اهي، اللي في أول عمود اهو من الزاوية كده، 19 غرزة. وهرتفع 1 2 3، وهتجاهل ال3 نص عمود اهو، وهدخل في أول غرزة هنا اهي. ادي يعني عندي المجموعة اهي يا جماعة، أول مجموعة هنا في الزاوية، أو المجموعة التانية بتاعت الزاوية اهي، أول عمود فيها اهو غرزة الحشو اللي فوقها اهي، بدخل وأعمل فيها غرزة حشو، ودي الغرزة رقم 1 من ال19 غرزة اللي أنا هعملهم الناحية التانية. يعني هنا 19 وآخر غرزة في آخر غرزة حشو في المجموعة، وارجع تاني أبدأ أول عمود وفوق منه غرزة حشو، وبعمل عليه غرزة حشو اهو، ودي اول غرزة في ال19 اللي هنقل بيهم الناحية التانية. وهعمل هنا
19 حشو، ولازم يكون عندي هنا 7. 1 2 3 4 5 6 7. ال7 دول بعمل فيهم تزايد بالتدريج، يعني أول غرزة بعمل 2 نص عمود، هنا 2 عمود بلفة، التالتة والرابعة والخامسة كل غرزة من دول بعمل فيهم 2 عمود بلفتين، وارجع تاني اتناقص، هنا عمود بلفة 2، وهنا نص عمود، واكمل كالآتي زي ما عملنا هنا. وده السطر رقم 24. نخلص ال3 أضلاع ونرجع تاني مع بعض إن شاء الله. كده احنا وصلنا لآخر السطر. هاجي عند أول غرزة حشو هدخل فيها كده تحت ضلعين السلسلة، وهعمل غرزة منزلقة، تمام، وهروح جاية هدخل فيها تاني وهعمل غرزة حشو. انا هنا عندي ال3 نص عمود، هاجي هدخل في اول غرزة، هدخل كده اجيبها بالابرة اللي ارفع شوية، معلش اهو بتصرف برضو، وهدخل تحت ال3 سلاسل هضمهم معايا، وهروح جايبة الغرزة اهي، وهطلع بالخيط بتاعي، تمام كده، خلاص طلعته اهو، انا بس عشان اوسع للغرزة، وهعمل غرزة حشو، تمام كده. هاجي عند الغرزة النص عمود التانية هدخل فيها، وهعمل في نفس الغرزة 3 حشو، ادي 1 كده، 2 3، وهضم معايا ال3 سلاسل من ورا. الغرزة التالتة بتاعت النص عمود هدخل فيها واعمل غرزة حشو، يعني انا كده خلاص ضميت ال3 سلاسل اهم مع النص عمود. هاجي هنا تاني اول غرزة بتاعت حشو هعمل ادخل فيها واعمل غرزة حشو، 1 2، انا عندي هنا 19 غرزة، فوق كل غرزة حشو هعمل غرزة حشو تانية، كده 2 كده 3 كده 4 كده 5 6 7 8 9 كده 10 11 12 كده 13 14 15 كده 16 17 كده 18 19. انا كده عملت 19 غرزة فوق ال19 غرزة بتوع السطر السابق، تمام كده. طلع بس ده عشان ايه الغرز تبقى واضحة. 19 فوق ال19. هنعمل ايه تاني؟ هاجي هنا، انا عندي هنا تزايد ال7 غرز دول، 7 غرز حشو دول انا عندي فيهم تزايد في كل غرزة 2 2 2. هاجي هعمل ايه؟ 2 يعني 14 غرزة. هاجي وهعمل اخد لفة على الابرة، وهدخل تحت اول غرزة نص عمود من ورا كده، واسحب الخيط بتاعي واعمل غرزة عمود بلفة، وهاجي عند تاني عمود نص عمود، وهدخل كده من ورا واسحب واعمل عمود بلفة، ده عمود خلفي بلفة، باك بوست دبل كروشيه. باخد لفة على الإبرة وأدخل كده من فوق، وأجيب العمود كده على الإبرة من ورا،
وأسحب الخيط وأعمل عمود بلفة، وهكذا أهو كده. باخد لفة على الإبرة وبوسع كده وبدخل من تحت وأطلع بالعمود كده على ظهر الإبرة وأسحب خيطي وأطلع وأعمل عمود بلفة بالشكل ده أهو. أنا كده العدد مهم جدا يا جماعة عشان تلاقي الشغل بتاعك متساوي من جميع الأضلاع أهو. بعمل غرزة عمود بلفة، أجيب الخيط شوية كده هاخد لفة، اجيب كده واعمل عمود بلفة خلفي، اخد لفة على الابر وادخل من ظهر من قدام كده من تحت لفوق كده، واجيب العمود على ظهر الابرة كده والف واسحب الخيط بتاعي واعمل عمود بلفة. تمام كده اهو. ده السطر رقم 25 يا جماعة عشان تبقوا فاكرين. دول 14 غرزة معايا بعمل فيهم 14 عمود بلفة خلفي كده اهو اهو. تمام اهو. انا اشتغلت كام اهو؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 رقم 14 النص عمود الاخير اهو، بعمل فيه عمود بلفة اهو. لاحظوا الغرز ضمت معايا شوية. بعد كده انا هنا عملت 19 غرزة حشو فوق ال 19 من السطر السابق بخلاف الزاوية، فحاجي انا كده خلصت اهو. هنا في غرزة حشو ادي 1 2 3 4 كده 5 6 7 كده 8 كده 9 10 11 12 13 كده 14 كده 15 16 17 18 كده 19. خلاص ادي 19 غرزة حشوة. تمام كده. الخيط ده عشان كذا فتلة مع بعض احيانا بتفلت فتلة منهم، يعني صعب شوية، مش صعب يعني بيضايق احيانا في الشغل كده. انا عملت 19 غرزة حشوة اهي فتلة اهي مش مشكلة بقى. 19 غرزة حشو فوق ال 19 السابقين. انا وصلت للزاوية، فانا بعمل ايه؟ باجي باخد اول غرزة نص عمود وبضم ال3 سلاسل اهم معايا، ال3 اهم باخدهم كده مع اول غرزة نص عمود وبدخل بعمل غرزة حشو، وباجي في التانية بعمل 3 1 2 في نفس المكان، في نفس المكان بعمل التالتة، وباجي في الرقم 3 بدخل وبعمل غرزة حشوة. يبقى انا ضميت ال3 سلاسل مع بعض اهم معايا. تمام كده. انا كده خلصت الضلع ده، هبدأ انقل على الضلع التاني وهروح اعمل نفس النظام 19 غرزة حشوة فوق ال 19 السابقين لغاية لما اوصل للمنتصف واعمل غرز عمود خلفية. عندي 14 غرزة هعمل فيهم 14 غرزة عمود خلفية،
وهكذا لغاية لما أخلص السطر ده شكل السطر رقم 25 بالشكل ده. نخلص ال3 جوانب ونرجع تاني مع بعض إن شاء الله. كده أنا وصلت لآخر غرزة في ال19 غرزة الحشو، وجيت وصلت للزاوية. هعمل إيه؟ أنا هنا عاملة في الزاوية كل زاوية في كان هنا 3 نص عمود. في أول نص عمود عملت حشو، وفي التاني عملت 3 مع بعض في غرزة واحدة، وفي التالت عملت غرزة واحدة. فأنا جيت هنا في أول غرزة رحت داخلة فيها وقافلة بمنزلقة، وهفصل الخيط عشان أنا هبدأ من مكان تاني. كده أنا فصلت الخيط أهو بمنزلقة وخلاص. طيب أنا هعمل إيه؟ أجي بس إيه أنهيه كده بصورة كويسة. زي ما احنا عارفين احنا بننهي دي غرزة تعتبر ايه؟ غرزة مخفية اهو. انا كده خلاص قفلتها. اخفي بقى الخيط ده كده معايا. هاجي هعمل ايه؟ انا هكمل السطر الثالث بنفس اللون. هعمل عقدة بداية. تمام كده، عقدة بداية كده اهو اهو. وهاجي هبدأ منين؟ السطر رقم 26. بعد ما قفلت كده بمنزلقة هاجي هنا هتجاهل الزاوية دي ال5 غرز حشو الموجودين هنا، وهبدأ بداية السطر بتاعي من أول غرزة هنا في السطر. أول غرزة كروشيه هدخل بالخيط بتاعي كده، أنا قصيته وهبدأ بيه من جديد هنا، ودخلت وعملت غرزة حشو. ودي بداية السطر بتاعي. من هنا هبدأ وأعمل غرز حشو لغاية لما أوصل للمنتصف كده. 1 2 3 كده 4 5 كده 5. وهاجي أكمل 6 7 8 كده 9 17 18. أنا كده خلصت 18 غرزة حشوة بداية السطر بتاعي. هاجي أعمل إيه بعد كده؟ فاضل رقم 19. اخد لفة على الإبرة وهدخل فيها كده، وهاجي هروح داخلة من ورا كده وعاملة غرزة نص عمود خلفي. تمام. أنا هنا عندي بقى ال14 غرزة غرزة عمود خلفي. هاجي هعمل في كل غرزة غرزة حشو خلفية. ادي كده، ادي 1 كده 2 بدخل تحت ضلعين السلسلة يا جماعة. كده 3 اهو تحت الضلعين، وبدخل تحت الضلعين التانيين. كده 4 كده 5 6 7 كده 8 كده 9. دي كده غرزة حشو خلفية. 10 11 كده 12 13 كده 14. ده آخر غرزة. تمام اهو.
هيبقى الشغل بالشكل ده. هاجي الناحية التانية، انا عندي اول غرزة حشو اهي، هدخل فيها اخد لفة على الابرة اهي، وهاخد نص عمود اهو. هاجي عند الغرزة بقى اللي وراها مباشرة، هعمل تاني، اكرر 1 حشو، 2 حشو، 3 حشو، 4 حشو، كده 5 حشو، كده 6، 7، كده 17، 18. عملت 18 غرزة حشو الناحية التانية اهو زي ما عملت هنا. هاجي انا هنا بقى عند الزاوية فيها 5 اهو، ادي اول واحدة و3 في واحدة وواحدة، فبعمل ايه كده؟ برتفع 1، 2، 3 من نفس المكان اللي انا وقفت فيه الغرزة 18، برتفع وهاجي هتجاهل ال5. خلاص كده اخر غرزة حشو اهي. اول واحدة في السطر في الناحية التانية هدخل فيها وهعمل غرزة حشو، وانا كده تجاهلت الزاوية اهو وارتفعت ب3 سلاسل. هرجع اكرر اعمل 18 غرزة حشو الناحية التانية، ادي كده 2، كده رقم 3، 4، كده 5 اهو، 6، 7، نكملهم مع بعض، 6، كده 7، 8، 9، كده 10، 11، كده 18 غرزة حشو. وهاجي في الأخيرة دي هعمل فيها غرزة نص عمود اهو، وهبدأ ال14 غرزة دول هعمل فيهم غرز حشو لغاية أول غرزة حشو هنا. هعمل غرز حشو خلفية، وهاجي عند أول غرزة حشو هعمل نص عمود في المقابل زي ده، وأكمل 18 غرزة، وأجي عند الزاوية هتجاهل ال5 غرز وأعمل 3 سلاسل، وأبدأ في أول غرزة حشو من الناحية المقابلة. كده ده السطر رقم 26. كده خلصناه اهو، ونخلصه مع بعض نكمله ونرجع تاني بأمر الله. كده انا وصلت لنهاية السطر اللي هو ال26. هاجي بعد ما عملت ال18 غرزة حشوة هنهي السطر، هتجاهل ال5 اللي في الزاوية، هرتفع من الغرزة ال18 3 سلسلة كده، وهاجي عند أول زاوية هنا أول غرزة حشوة، وهدخل كده فيها وهعمل غرزة منزلقة. ممكن أقص الخيط وأعملها الغرزة المخفية، بس أنا هنا هعمل غرزة منزلقة وهقص الخيط بتاعي وآخد الخيط بعد كده أخفيه، عشان هنا جاية زاوية مفيش مشكلة، هخفيه بعد كده في الشغل. كده نبقى احنا عملنا ال3 أسطر بتوع اللون الأبيض. مش عايزة أطول الفيديو، نعمل يعني نزود أسطر تانية. بقول خليها بداية كده ستيب باي ستيب، يعني خطوة خطوة، على أساس اللي لسه مبتدئين، وتبدأي يعني إيه تجهزي الخيط للأسطر القادمة إن شاء الله، لأن بأمر الله أنا كده هغير بقى اللون بتاعي إن شاء الله الفيديو القادم. ده كان فيديو النهاردة عملت فيه السطر 24 و25 و26. هنا عندي 18 غرزة حشوة، في فوق كل غرزة غرزة حشو يبقى 18. وهنا عملت ال14 اللي هنا
عملتهم 14 غرزة حشو خلفية. في الغرزة هنا بيسبقها نص عمود خلفي وهنا نص عمود خلفي، وببدأ والزاوية بعملها بتجاهل الخمسة اللي هنا، برتفع 3 سلاسل، وكده أنا قفلت السطر بتاعي. ده كان فيديو النهاردة، أرجو يكون واضح بأمر الله، وإن شاء الله نتقابل على خير في المرة القادمة.